السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وجعلنا من الماء كل شيء حي. الموضوع تاعي في الفيديو خفيف ظريف على الجفاف شمال افريقيا وخاصة غرب الجزائر والمملكة المغربية جارة الجزائرية. كما تشوفوا هنا تصنيف المياه الصادر عن يونسكو. الدول العربية وبما فيهم الجزائر والمغرب دول معرضة لنقص المياه بشكل كبير حتى من 2050. وإن كاين واحد التفاوت في جودة المياه ما بين الدول كما هنا معروض عليكم جودة المياه، وعلى كل حال تصنيف دولي غير مشرف لبعض الدول العربية. على كل حال تصنيف جد متخلف في جودة المياه، يعني الشعب راه يشرب نامبورت كوا، راهي باكليله. بعد يمكن تربطها من المستوى المعيشي والقدرة المعيشية وثمن المياه اللي تشريها على المحل، يعني ثمن تاعها، لأن بعض الدول مثل المغرب مثلا او مصر عندها الماء اللي تشريه من عند البقال ولا من عند لي سوبر مارشي مرتفع ثمن نسبيا بالنسبه لدول اخرى مثل الجزائر وغير تونس. المهم في الاونه الاخيره صرا تذبذب لايصال الماء في بعض المدن الجزائريه والمغربيه. الحقيقه في الجزائر عندهم مشكله تاع الماء، انقطاع المياه، يعني الماء في الحقيقه يعني شبكه كاينه ولكن انقطاع للمياه. في المغرب كاين هذه المشكله اللي داو فيها اجراءات تاع وقف الحمام ووقف المرشات وغيرها، ولكن عندهم مشكله اخرى هي ما كانش المياه بتاتا، يعني مناطق كبيره ومدن ما عندهمش المياه بتاتا، يعني يستعملوا وسائل نقل بدائيه مثل استعمال الحمير باش يجلبوا الماء للدار. في هذه الأثناء الشعب في المنطقتين على كل حال في الجزائر ولا في المغرب خرجوا قاموا ببعض الاحتجاجات لأنهم احتاجوا الماء وطاحوا اون بان الماء، مثل ما حدث في تيارت على كل حال، مثل ما حدث كذلك في عدة مناطق في المغرب اللي ما عندهاش لا انقطاع الماء، يعني بعض المناطق لم تحصل على الماء في حياتها على كل حال، كانت تستعمل فقط بعض الآبار تجيب منها عن طريق الدواب، ولكن نشفوا تلك الآبار. لكن في المقابل واش، ونتمنى على كل حال تعم الفائده على الجميع، في المقابل الجزائر قاموا بمجلس وزراء بعد 24 ساعه وين رئيس الجمهوريه اعلن واعطى مده تاع 48 ساعه لايجاد حلول لهذا المشكل في المنطقه تاع تيارت مثلا. شفنا على كل حال، نحط الفيديو هنا، بعد 24 ساعه مش 48 ساعه صار تنقل بالهليكوبتر لوزير الداخليه ووزير الري، وحاولوا يضعوا بعض الأعمال على كل حال، منها حفر بعض الآبار بالقرية يعني بدون مناقصة، يعني أنت تحفر مثلا بئر مليار يعطيك 2 ملاير، المهم حفره. وقرر رئيس الجمهورية أنه يجيب لهم خط ب 42 كيلومتر تاع مياه، يعني بداوا الإنجاز تاعه يوجد على شهر على كل حال. ومؤقتا أرسلوا كل صهاريج تاع الولاية و3 ولايات مجاورة، وصل فيها حتى تدخل لصهاريج الجيش لسد العجز لبعض المناطق في تيارت، لأنها ماشي تيارت كلها. نتمنى كذلك الإخوة والجيران في المغرب يقوموا بنفس الشيء على مستوى مجلس الوزراء ولا على مستوى أكبر، لأن الملك هو اللي يكون عنده الكلمة، وربما يشوف، لأن شفنا الحقيقة، شفنا الناس اللي تبحث على الماء وخصها الماء دائما تقول عاش الملك وكش. نتمنى الملك يدير مجلس الوزراء ويقوم على الأقل بربطهم بالماء، ولا على الأقل يتكلم معاهم ولا يجاوبهم، ولا يقوم على الأقل بكاش إجراء لهم. على كل حال تحية لكم والسلام عليكم، والله يخفف على الناس اليوم بلا ماء على كل حال.